أجمل وأضخم عرض رو منذ مدة، عرض فيه ذا روك ورومان رينز وجون سينا ومباراة نار بين رومان رينز وسولو واستعادة رومان رينز للأولى فعلى عرض رهيب. افتتحنا الأرض بدخول تريبل اتش إلى الحلبة، وأعلن بداية حقبة نيو نتفليكس وبداية جمدان، وبعدها انطلق الأنوار ودخل ذا روك الفاينل باس. دخل الفاينل باس وسط صخب كبير من الجماهير، دخل الحلبة وقال سأشاهد الروك وعروض WWE من التلفاز، ومن ثم أكبر خيبة أمل بالنسبة لي وهي تحول شخصية الفاينل باس إلى الفيس، واعترافه بكودي روز واعترافه برومان رينز كساعد للقبيلة، وقال سأشاهد مباراة قتال قبلي، وحط المايك وخرج. وبعدها دخل سولو ودخل رومان رينز واجهة الشركة وسط احتفال كبير من الجمهور، وبدأت مباراة كانت نار. شفنا كسر ترابيزات وفي النهاية شفنا تدخل تاما تونغا وسحب الحكم. نهض رومان ولف وجهه وهجم عليه جاكوب فاتو والبلاد لاين دمروا رومان رينز، ومن ثم سولو فنش رومان ولكن رومان فك التثبيته. وبعدها اشتغلت موسيقى سامي زين وجيمي اوسو، وبدأت عركة بين جاكوب فاتو وسامي زين وتاما تونغا. وبعدها حاول رومان رينز يثبت سولو ولكن سولو فك تثبيته. بعدها دخل كيفن اونز وهجم على رومان رينز، وبعد سكوت تام دقت موسيقى الامريكان نايت مير كودي رودز. دخل كودي رودز وهجم على كيفن اونز، اخذ كيفن اونز وطلع. بعدها شفنا رومان رينز جهز سبير واعطاه سبير الاولى ولكن لم يثبت، والثانيه وثبت وفاز رومان رينز واستعاد رومان رينز الاولى فالا. وبعدها نشوف بول هيمن دخل الحلبة لكي يلبس رومان رينز الاولى فالا، ولكن قبل بل يلبس الاولى فالا نشوف الفاينل باس داخل من باب القاعة. ودخل الفاينل باس وسط مشهد صادم من الجمهور، الكل توقع انقلاب الفاينل باس على رومان رينز. ودخل الحلبة وطلب من بول هيمن ان يعطيه الاولى فالا. عندما اعطاه الاولى فالا لف ونظر الى رومان رينز وسط مشهد صادم وغير مألوف، واخذ بالاولى فالا وحطها على رقبة رومان رينز واعلنه بالزعيم وسلم عليه. وشفنا اتحاد رومان رينز وذا روك وبعدها نشوف رومان رينز يحتفل باستعادة الاولى فالا. وبعدها شفنا دخول جون سينا وبداية جولة الاعتزالية رسميا. دخل جون سينا وشكر المدينة وشكر WWE وشكر شركة نتفليكس، وأعلن أنه راح يشارك في الرويال رامبل وخرج. وبعدها شفنا مباراة قوية بين جاي أوسو ودرو ماكنتاير، ولكن فاز جاي أوسو على درو ماكنتاير بالعد السريع، فاز وهرب من الحلبة. بعدها شفنا فقرة ما لها عنوان دخول هالك هوغن وبريت هارت من الباب القاعة، وشكر الجمهور وشكرت شركة نتفليكس وخرج. بعدها شفنا مباراة بيلي في مورغان وريا ريبلي تنتزع الفوز وتستعيد اللقب، ووسط ما هي تحتفل يدخل الأسطورة أندرتيكر ويحتفل مع ريا ريبلي ويطلعون الاثنين. بعد شفنا مباراة بين ذا بيست ان وورلد وذا بيست ان ذا وورلد الآخر سيث رولينز وسي ام بانك. مباراة قوية جدا ولكن صدمت بالنهاية صراحة، وهي فوز سي ام بانك. وتوقعت أنه سيث رولينز يتحول شخصية لهيل بعد المباراة ولكن لم يحدث. هذا ملخص عرض الرو، ولكن قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل